في ناس مش في مصلحتها ان انا اكتشف الاكتشاف ده واشتغل الشغل ده او التغيير ده؟ ده سؤال مش سهل يا مي. طبعا طبعا. بصي، اتصور ان في اشخاص حوالين مننا من مصلحتهم ان انا افضل زي ما انا، لاني لما ببقى موجوده ببتدي اعترض، وهبتدي احب حاجات، وهبتدي ما احبش حاجات، وهوافق على حاجات وما اوافقش على حاجات. ده هيبوظ السيستم اللي حاصل بيني وبين العلاقات اللي حوالين مني. فلما ابتديت اتغير، يعني انا كنت بوافق على حاجات مش بحب اوافق عليها عشان ما اخسرش حد. انا برضي النهارده كل الناس وبرضي واقول لهم كل حاضر الناس واوكي. ولطيف بالظبط وجميل، وعايزين تعملوا عليا علامه صح زي ما انا كنت طفل صغير عايز علامه الصح. بس النهارده لما انا ببقى موجوده وبكتشفني وبحس ان انا عايزه احس اللي المفروض احسه، واعبر عن اللي جوايا بصدق واقول لا وبحقيقيه، عادي. واقول لا عادي، ناس كتير مش تبقى مبسوطه، او بعض الاشخاص حوالين مني مش هيبقوا مبسوطين. هيحسوا انه لا، احنا كنا عايزينك زي ما كنتي. التغيير مش في صالح الاخر، هو التغيير دايما بيبقى في صالحي انا. انا اللي بكتشفني، انا اللي بتصالح معايا، وببقى موافق عليا، وببقى راضي بنفسي. رضيتي بيا يا ميري اهلا وسهلا، ما رضيتيش بيا هو ده انا، خلاص ما يعني ما كنت احبك ترضي بيا. بس مش هقعد العب كل الالعاب اللي في الحياه عشان توافقوا عليا وترضوا بيا. ده مرض يعني في حد ذاته.